انا بنافس مين؟ النادي الاهلي اكيد. طيب الاهلي مثلا في الرعايه بياخد مليار 600 مليون والزمالك بياخد في ال4 سنين والزمالك بياخد 400 مليون. ازاي انا انافس نادي بياخد 3 اضعافي او 4 اضعافي وابقى مطالب ان انا نفسه واخد منه البطولات طيب فهمت قصدي؟ ماشي. اتفضل. بص يا خالد، المفروض نسبه نادي الزمالك هي 400 مليون تزيد، يعني تبقى اعلى من كده، بس تبقى 600 700 او 800. لكن النادي الاهلي دايما انت ما بتيجي بتقيم تمام الكلام ده، انا بتكلم كلام منطقي، ما حدش يقول مثلا كابتن حماده بيتكلم كده ليه. دايما لما بتيجي مثلا بتقيم، انت بتقيم الاول والثاني صح في عدد البطولات. النادي الاهلي بطولاته اكتر محليا وافريقيا، فالطبيعي ان هو ياخد نسبه رعايه اكتر منك، بس ما يبقاش نسبه الزمالك قليله كده. تبقى نسبه الزمالك، لا افهمني بس. لا انت مش فاهمني. لا انا فاهمك. انا مش بتكلم، لا انا مش انا مش بتكلم على مين خد ايه ومين خد ايه. انا بكلمك ومين يستحق ايه ومين ما يستحقش ايه. ده مش علاقه. الاهلي مليار وشويه والزمالك 400. أيوة. انا بقول لك الزمالك انا مطالب ان انا انافس واحد بياخد قد 4 مرات. ماشي. فالطبيعي ان انا كل 4 سنين اخد بطوله وهو الطبيعي انه ياخد البطولات. انا لما يكون يا كابتن معايا 100 مليون واللي بينافسني معاه 10 مليون ومطالب ان انا اجيب لعيبه واجانب وما اعرفش وانافس على كل البطولات، الموضوع مش سهل يا كابتن. ماشي مش سهل. الفلوس كده بقت كل حاجه. بص يا خالد، انا عشان ما بغيرش كلامي، بص الموضوع مش سهل. انا بقول لك المفروض نسبه الزمالك تزيد كتاني، فاهم ازاي؟ لكن انت ما بتدي مثلا الاول، بتدي الاول النسبه العاليه عشان هو الاول. انت لو كنت في الوضع النادي الاهلي كنت هتاخد هذا المبلغ، وكان النادي الاهلي هياخد برضه نفس المبلغ. كابتن انا بقى لي سنتين الاول، انا بقى لي سنتين ورا بعض الاول. والرعايه بتاعتي هو 4 اضعاف. انا بقى لي سنتين انا بقول لك لازم الرعايه تزيد، يعني لازم. طب ما الاهلي بقى له سنين الاول برضه، خلينا نتكلم يعني ايه بالمنطق. يبقى لازم دي امور تسويقيه مع الشركه الراعيه لازم نتكلم فيها. لازم لا المبلغ ده قليل، المبلغ طيب ده مش ازاي بقى انافس؟ انا خلاص سيبك بقى، ده يستحق وده يستحق كده تمام. ازاي انت بقى بتطالبني ان انا بقى ابقى اخد كل البطولات من الاهلي وهو بياخد 4 اضعافي؟ ازاي؟ ما انت لازم تنافس بقى، ما انت بطل، ما انت نادي الزمالك بطل. ايوه يا كابتن، ما الكوره فلوس. بص يا خالد، بص الكوره فلوس يا كابتن. هوضح لك حاجه. هجيب لعيب ازاي؟ هوضح لك حاجه مهمه بس. فاهم ازاي؟ ممكن واحد يبقى معاه 500 مليون او نادي معاه 500 او 600 مليون بس العين ويتصرف احسن من نادي معاه مليار. صح. العين اللي هتنتقي اللعيبه ازاي؟ موافقك. هجيب عدد معين من اللعيبه، مش هجيب لعيبه كتيره، هجيب المراكز اللي انا محتاجها، هعمل عقود قريبه من بعض اللعيبه، ممكن يبقى فيه تميز لواحد وكده. وده الادارات اللي احنا عايزينها ان شاء الله تبقى موجوده، اللي انت جاي عارف ان عندك مشاكل، عارف ان الزمالك عنده مشاكل ماديه، هتنجح مجلس اداره. ما تجيش تقول لي والله ايه اصل انا فوجئت ان المشاكل كتير، لا انت عارف ان في مشاكل، ما تجيش. بيراميدز والاهلي بينافسوا بعض. لو بيراميدز والاهلي لعبوا الاسبوع ده بتاعهم مع بعض غير ما بيراميدز والاهلي لعبوا بعد 3 اسابيع يكون الدوري. انت فهمت قصدي يا كابتن؟ ماشي، بس برضك خالد ما التاجيلات دي، لان برضك مثلا سواء للزمالك او للاهلي اللي انت بتمثل برضك بلدك في بطوله افريقيا، فلازم ياجل لك، لان في الاخر مثلا هيقولوا مثلا نادي الزمالك بطل افريقيا، نادي الاهلي بطل افريقيا، فلازم يبقى في تاجيلات يا خالد. يا كابتن تاجيلات بالثمانيه لازم يبقى في تاجيلات. طب وليه مدريد ما لعبوا كاس عالم ولعبوا بطوله اوروبا ولعبوا برشلونه وعندهم 20 نادي؟ ليه الوداد ما هو مشارك في البطوله الافريقيه؟ ما ده الفكر، ووصل النهائي ولعب كاس عالم، والهلال نفس القصه. ده الفكر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ان عايزين يبقى فيه لوائح ويبقى فيه عداله وكده، وتمشي النظام على كل الفرق، لكن مش هتقارن نفسك هنا بريال مدريد. لا يا كابتن نقارن ليه؟ مش ده نظام. هو انت قد مستوى ريال مدريد؟ انت بتخاف؟ وانت عندك نظام؟ هو هناك ما بيخافوش من ريال مدريد؟ مين اللي بيخاف؟ يعني هو هناك الاتحاد الكوره بتاع اسبانيا ما بيخافوش من ريال مدريد؟ لا ما فيش حاجه اسمها خوف، في نظام. انت لازم النظام هنا مش مكتمل، لازم النظام يكتمل، يبقى في انا عارف هبدا الدوري امتى، هنهي الدوري امتى، التاجيلات امتى، عندي مثلا منتخب بيشارك في البطوله هيتوقف امتى. ايه اللي بيخلي معلش مع احترامي لحضرتك، لا هو خوف. مين اللي بيخاف؟ حضرتك ايه اللي بيخلي النظام مش ماشي؟ واحده خوف من ايه؟ من اهو الجماهيريه بتاع انا عايز اجل هاجل. لا طب ايه النظام ما بيمشيش ليه في مصر؟ عشان الناس مش منظمه. يعني ايه مش منظمه؟ لو انا عندي ماتش لازم ما اجلوش واجله ليه؟ نظم من البدايه. انت عارف مثلا دور ال 16 في بطوله افريقيا، لو مثلا الزمالك وصل ولا الاهلي وصل هيبقى فيه ايقاف. مثلا دور الثمانيه دوري المجموعات بيحصل، تبقى خريطه واضحه من البدايه. لا ما اتحدى ان في خريطه في اتحاد